الله عليكي يا مصر، الله عليكي يا مصر. الله اكبر، خمسه في عين اللي يشوفك وما يصليش على النبي. ده انا بيتهيألي انت محسوده والله العظيم محسوده. افراحك مالها كده يا مصر؟ افراحك بقت غريبه ليه كده يا مصر؟ فضايح العرايس والعرسان بقت غريبه. اللي بتلبس عريان جدا، واللي تغني له اغنيه فيها شتيمه، واللي يطلع يرد عليها باغنيه برضو فيها شتيمه. والافراح بقت غريب، وترندات بقى العروسه المصفوعه والعريس المصفوع. وختمت بقى واختمها مسك، بسم الله ما شاء الله. مسك ايه؟ بعد الشر، ده اختمها بقى ايه؟ عبدت الشيطان. فرح ابن اخو الهام شاهين بالكوبايه بالكاس والازازه. طبعا معظم الناس اللي هم الشباب الصغيرين اللي بياخدوا بقى ايه الافراح دي قدوه. طبعا دلوقتي بعد ما هي عملت كده كله هيعمل كده. الجديد دلوقتي بدل الشربات بتاع زمان، كان بيقدموا شربات كده يا جماعه، مشروب جميل قوي، شربات الورده حتى مفيد حتى، وريحته جميله وحاجه جميله كده. دلوقتي هيقدموا بعد كده الكاس والكوبايه. والله احنا بنطلع بليفل الوحش. احنا هنطلع بس هننزل على جدور رقبتنا. حقيقي الافراح بتاعتنا بقت شكلها، يعني مش عايزه اقول لكم، محرج محرج. احنا لو بنشوف الافراح زمان، كانت العروسه اللي بتقوم ترقص وبس تهز بس بسيط كده، ولا تتطوح بس كده، كانت بتبقى مصيبه وكارثه. والعروسه دي عينها بيسموها عينها بيجحة، العروسه دي مش مظبوطه. دلوقتي دلوقتي كله الصلاه اللي ما بترقص هي اللي مش مظبوطه. الله عليك يا مصر، خمسة في عين اللي يشوفك وما يصليش على النبي. بتحسدونا لما ودتونا في نصيبة، والله العظيم ودتونا في داية. هنقع على جدور رقبتنا. سيبونا بقى في حالنا وبطلوا قر يا ناس يا شر، كفاية قر.